اوعى ترش او تسمد بوتاسيوم نهائيا. ايوه زي ما سمعت كده عزيزي المزارع، 5 حالات ممنوع ترش فيهم او تسمد عنصر البوتاسيوم. اهلا بيك في فيديو جديد من مبيد ومفيد مع سالم القطعاني. اول حاله هي لما تبقى درجه الحراره فوق 38، ولما يبقى جالنا سخونيه ودورنا على مكان ظل عشان نصور فيه، لانه حر فوق والزرع بتاعك عطشان، يبقى حر مع عطش. البوتاسيوم خلي بالك مظبوط بينقل الميه وبيحرك العصاره، لو ما لقاش ميه ينقلها من التربه هينقل الميه والعصاره اللي فين؟ اللي في النبات. مظبوط، هيتحرق النبات بتاعك ويموت منك. تاني حاله ممنوع ترش او تسمد فيها بوتاسيوم هي اول شهر من عمر النبات، مرحله التاسيس. البوتاسيوم ملوش اي دور، ولو رشيته هيحصل للنبات تقزم، ولان النبات هيتجه ان هو يروح لحاله نضج او اي حاجه. فالبوتاسيوم للنضج والتحجيم والتلوين مش للتأسيس نهائيا. ففترة التكوين والتأسيس دي بنرش فيها وبنهتم بعنصر النيتروجين، وحتى البوتاسيوم لو نزل بينزل على صورة متوازن 19 او 20 او 13 او اي ارقام متوازنة. ثالث حالة الملوحة العالية، لما تبقى الارض بتاعتي ملوحتها عالية خالص ممنوع ارش او اسمد بوتاسيوم، هعمل مشكلة وهيظهر احتراق اكتر للاوراق وهيحصل معايا مشكله، مش هحل الازمه. اهتم بان انا انزل طارد ومعالج ملوحه، واهتم برش وتسميد الكالسيوم، نترات الكالسيوم. رابع حاله عزيزي المشاهد هي قبل الحصاد باسبوع او ب10 ايام. طبعا احنا كلنا عارفين انه في لما نرش او نسمد بوتاسيوم بيأخر معايا عمليه النضج والتلوين، فيفضل قبل حصاد المحصول بتاعي ب10 15 يوم اتوقف تماما عن رش وتسميد عنصر البوتاسيوم. خامس حاجه او اخر حاجه من يمنع فيها رش وتسميد عنصر البوتاسيوم لما الارض والنبات بتاعي يكون ظاهر عليهم نقص الكالسيوم والمغنيسيوم بوضوح وبشده. خلي بالك الثلاثه كده بيتخانقوا على اماكن امتصاص واحده وعلى شغل واحد، هيحصل تضاد، هتنزل 3 رجاله بنبابيت قصاد بعض يتخانقوا. فبالتالي عنصر البوتاسيوم اللي انت هتنزله في ارض فيها نقص بوتاسيوم، نقص كالسيوم ومغنيسيوم، هيحصل في الطماطم بتاعتك كده وزرع طماطم مظبوط هيحصل عفن طرف زهري، لان البوتاسيوم اللي نزل على نقص كالسيوم ومنع الكالسيوم انه يتم امتصاصه، فالطماطم بتاعتك هيظهر فيها راس مسمار اكتر وهيحصل فيها عفن طرف زهري اكتر، وهتقول انه البياع ضحك عليا او ان الكالسيوم مش مظبوط. لا، هو بس حصل تضاد، انت نزلت حاجه مظبوطه مع حاجه تانية مظبوطه، ولكن النبات ما قدرش يمتصها. استناني في فيديو جديد ومعلومه جديده من مبيد ومفيد مع اخوك سالم القطعاني. سلام.